السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل كده مع بعض وصفة سهلة وسريعة قوي للناس الكسلانة بقى اللي قاعدة في البرد كده. لا، هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي وفي 5 دقايق بالظبط. ده برضو بديل الاندومي لعشاق الاندومي. الوصفة دي هتعجبكم قوي. يلا بينا نبدأ كده ونسمي الله. اول حاجة جبت معانا بصلتين صغيرين، قطعتهم معايا قطع صغيرة خالص. بعد كده جبت 4 حبات من الطماطم، قطعتهم برضو معانا قطع صغنطوطة خالص، حسب برضو كمية المكرونة اللي انت هتعمليها. انا عشان هعمل كيس من المكرونة. جبت معانا قرن فلفل حار وقرن فلفل من البارد، قطعتهم برضو معايا قطع صغيرة خالص. بعد كده جبت معانا بقى حلة، حطينا في قلبها المكرونة، نزلت عليها بالبصل ونزلت عليها على طول بالطماطم اللي احنا قطعناها، ونزلت على طول بالفلفل الحار والفلفل البارد. ودي كانت قطعة صلصة عندي كانت في الفريزر، طلعتها وهي مجمدة عشان كنت مستعجل، حطيتها بحالة كده هي تسيح معانا. نزلت بقى على طول بالبهارات، معلقه من الفلفل الاسمر، معلقه من الكزبره، معلقه من الكمون، معلقه من بهارات الفراخ، وشويه الملح، وفصين من الثوم حطيتهم مصححين. ونزلت معانا بكوبايتين ونص من الميه، وقلبتهم بقى تقليبه حلوه كده على البوتاجاز، وهسيبهم بقى كده يتسبكوا مع بعض ويطبخوا مع بعض. اول ما اتسبكت معانا بقى هرست برضو الطماطميه كده فيها، نزلت عليها بمعلقتين من الخل، واديت لها تقليبه حلوه، وغطيت عليها لحد برضو ما دخلت على السوا. هو دي كده شكلها جميله جدا. كده الفيديو بتاع النهارده بتاعي خلص، اتمنى ان هو يعجبكم. بس اهم حاجه ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.